الذين قتلوا في غزوة مؤتة. يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة لينطلق إلى الروم، ينطلق إلى الروم في موقعة يعز فيها دين الله، يعز فيها الإسلام، في موقعة ينطلق فيها رجال رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعسكر أسامة في الجرف في شمال المدينة المنورة، ينتظر الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على هذا الجيش. وفي الجيش عمر بن الخطاب جندي من جنود أسامة بن زيد، وفي الجيش علي بن أبي طالب، وفي الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جندي من جنود أسامة بن زيد. وينتظر الجيش، ينتظر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعطي الأمر لأسامة بالانطلاق حتى تكتمل العدة ويكتمل العتاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الجيش ليأخذ بثأر 3 من القادة، ليأخذ بثأر 7 قتلوا في يوم مؤتة. في هذا الجيش خالد بن الوليد سيف الله المسلول، رجال لو أرسل كل واحد منهم لكان جيشا، لكان أمة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي الأمر. يشعر النبي ببعض التعب، يمرض النبي صلى الله عليه وسلم كبشر يمرض ويتعب ويصاب بالحمى، ويسخن جسد النبي، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلة النهاية، رحلة الكمال، رحلة التمام. إنك ميت وإنهم ميتون. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وداع الدنيا، يخرج النبي ليودع شهداء أحد ويزور جبل أحد. يخرج النبي ويسلم على شهداء أحد: السلام عليكم يا أصحابي، السلام عليك يا مصعب بن عمير، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليك يا حمزة يا عمي يا أحب الخلق إلي، السلام عليكم أصحاب رسول الله، جزيتم خيرا عن نبيكم وعن دينكم وعن قومكم. اللهم إني أشهد أنهم قد أدوا ما عليهم، اللهم إني أشهد أنهم قد أدوا ما عليهم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ويسلم على أهل البقيع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. تسأله عائشة رضي الله عنها: ما بك يا رسول الله؟ أمرني جبريل أن أسلم على شهداء أحد وأن أسلم على أهل البقيع. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكانت في ليلة عائشة، ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أهل المدينة ويعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض نبيهم، بمرض حبيبهم، بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المرض وهذه الحمى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام من هذا الوقت بعد أن أكل من الشاة المسمومة التي سمتها له اليهودية. يمرض النبي وينتقل ويتنقل بين زوجاته، وفي كل يوم يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فيعلم الصحابة ويعلم زوجات النبي أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، فيأذن له
أن يمرض في بيت عائشة، ويشتد المرض على رسول الله ويثقل عليه المرض حتى أنه لا يستطيع أن يخرج من باب عائشة ليؤم الناس في الصلاة، فيأمر عائشة ويأمر من حوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان أبو بكر رجلا أسيفا، أي سريع الدمع، فخشيت أن يتشاءم منه الناس، فقلت: يا رسول الله، فليصلي بالناس أبا بكر عمر، فليصلي بالناس عمر. فيقول النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولكن لا يستطيع أو لا تستطيع عائشة أن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، لأنه كان بعيدا في ذاك الوقت عن بيت رسول الله، كان في بيته في السنح في عوالي المدينة، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر يصلي بالناس، فينتفض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وينادي: يأبى هذا الله ورسوله، يأبى الله ورسوله إلا أن يصلي بالناس أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أن يصلي بالناس أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صويحبات يوسف، إن كن صويحبات يوسف. ولا يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوت أبي بكر، حتى يسمع صوت الصديق، صوت حبيبه، صوت رفيقه، صوت أول الناس إيمانا به. ويدخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فيراه في حمى شديدة، ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، أي تتألم ألما شديدا يا رسول الله. فيقول النبي: أجل يا ابن مسعود، والله إني لأوعك على قدر ما يوعك 7 من الرجال منكم، ما في رسول الله من الألم ومن المرض كما في 7 رجال أقوياء أشداء من الألم ومن المرض. ويتحمل النبي وتشتد المرض ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقدم شيئا لرسول الله، لا يستطيع أحد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين لقائه وبين الخلود في الدنيا فاختار لقاء ربه. تقول السيدة عائشة: فعلمنا أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن هذا الرجل قد اختار لقاء ربه، قد اختار لقاء ربه. يشتد المرض على رسول الله، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس يجلسون في المسجد، غاب عنهم النبي 3 ليال 4 ليال 5 ليال، وافتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتحمل من الناس ألا يرى حبيبه رسول الله، ألا يرى حبيبه رسول الله 7 ليال؟ ويجلس الناس حتى أن الرجل منهم يمر عليه اليوم واليومان لا يطعم، لا يذوق طعم الطعام، قلقا على رسول الله، ويريد أن يطمئن، وتنخلع القلوب كلما مر يوم، وكلما سمعوا بأن المرض يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوما في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب، وأبو بكر يصلي بالناس، فعادت العافية والصحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،